ما بين أسطورة وطموح لا يعرف المستحيل، إلى قصة صراع إنساني مع الزمن وانتصار الإرادة على النسيان. سنكشف الأسرار ثانية. سنكشف الأسرار ونتتبع الآثار من حدائق بابل المعلقة، مرورا بسور الصين العظيم، ووصولا للجد الأكبر الذي يقف هناك شامخا يتحدى الزمن ليروي لنا قصة عجائب الدنيا السبع القديمة والجديدة. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة فضول، واللي هيكون وسيلتنا عشان نستكشف العالم من حوالينا. بما اني شخص مثقف ومطلع ومش فاهم اي حاجة في الدنيا، ودايما نفسي اعرف اكتر واتعلم واشبع فضولي اللا-نهائي، سألت نفسي سؤال بسيط ما لقيتش اي اجابة ليه. معلش ايه هي عجائب الدنيا السبعة؟ المشكلة مش في اني ما لقيتش اجابة للسؤال، المشكلة اني كنت بسأل السؤال بطريقة غلط، لان في الحقيقة هم ما طلعوش 7، هم طلعوا 14. قصتنا بتبدأ قبل أكتر من 2500 سنة مع الرحالة الإغريق، واللي بالرغم من إنهم كانوا فضوليين جدا إلا إنهم ما كانوش مشتركين في القناة، زي المؤرخ والرحال هيرودوت. ومن دلوقتي كده ما تركزش معايا في الأسماء خالص، أنا بقول لك إحنا داخلين على معمعة. هيرودوت كان من أوائل الناس اللي سجل إعجابه بالعجائب المعمارية اللي شافها حوالين البحر الأبيض المتوسط، ودي طبعا كانت البداية فقط. بعد كده اتطورت الفكرة على ايد كاليماكوس، واللي يعتبر مدير اشهر واكبر مكتبة في التاريخ القديم، وهي مكتبة الاسكندرية. ومن هنا فضلت الفكرة تتطور لحد ما جه شاعر اسمه انتيباتر الصيداوي، وقرر يغير كل قوانين الغزل في العالم. الراجل ده كان قاعد مع حبيبته في يوم من الايام، وما قال لها بص بقى بنت الناس، انا لا هقول لك عينيك الحلوين ولا شعرك السايح، انا هقول لك انك اجمل من العجائب السبعة. وقام رازعها قصيدة غرامية جمعت ما بين العجائب دي، يعني على نظامه ده لما تيجي تغازل المدام ولا حاجه اقول لها انت اجمل من ابو الهول، وادي ده انا هلا ما عملتش من دماغك ايدي الهول والديب ديب ديب. المهم يعني فضلت الامور كده لحد ما جه المخترع والمهندس فيلو البيزنطي، وما قال له عم بلا حب بلا كلام فاضي، دي تحف فنيه معماريه هندسيه عبقريه، شطبر ماوس مان. وقال له عبد الله شطبر ماوس مان، عمل له كده؟ لا دي من عندنا بصراحه. وقام عامل كتاب سماه عن عجائب الدنيا السبعة، ومن هنا تحولت عجائب الدنيا السبعة من مجرد انبهار مسافر لدليل سياحي منظم لقصيدة حب، وأخيرا لتراث إنساني. وكل ده بسبب إيه؟ الفضول. خلاص، أول عجيبة معانا وعجبي على اللي لسه لا اشترك في القناة ولا عمل لايك: 1. حدائق بابل المعلقة. الرواية بتقول إن في القرن السادس قبل الميلاد كان في ملك في العراق اسمه نبوخذ نصر الثاني، وبابل في الوقت ده كانت بيئة صحراوية، لكن يبدو إن زوجة الملك كانت كل شوية تزن على ودان زوجها زي أي ست، يعني بإنها تروح لأهلها بحجة يعني إن جبال الخضرة اللي في بلدها وحشتها، واللي كانت في منطقة جنب إيران. فالملك نبوخذ نصر قال يريح دماغه وقرر يبني لها هذا الصرح الرائع اللي لقب بحدائق بابل المعلقة، واللي زي ما انت شايف كده أعجوبة خضراء وسط الصحراء. لكن في الحقيقة دي الأعجوبة الوحيدة اللي معظم علماء الآثار بيأكدوا إنها مجرد أسطورة، وده ببساطة لأنهم ملقوش أي دليل على وجودها. رقم 2. معبد أرتميس. سنة 550 قبل الميلاد في مدينة إفسس في تركيا، اللي هي سلجوق حاليا، هناك اتبنى واحد من أعظم وأجمل معابد العالم القديم. المبنى بالكامل كان مبني بالرخام، وكان مبهر لكل اللي بيشوفه. لكن بعد قرنين من الزمن جه واحد اسمه هيروستراسوس وقام مولع في المعبد، ولما اتسأل عمل كده ليه، اعترف بدون تردد انه عمل كده عشان التاريخ يخلد اسمه. وقد كان. الراجل ده بيفكرني بالناس اللي ممكن تعمل اي حاجه عشان تتشهر. على العموم بالرغم من ان اهل المدينه رمموا المعبد، الا ان الموضوع ما طولش كتير، لأن سنة 262 ميلادياً الغزاة القوطيون دمروا المعبد نهائي، وما بقاش منه غير العمود ده. رقم 3. تمثال زيوس. في قلب أولمبيا سنة 435 قبل الميلاد اتشيد واحد من أروع أعمال النحت في العالم القديم، ده بالنسبة للإغريق يعني. تمثال زيوس اتنحت من العاج والذهب، ووصل ارتفاعه ل 12 متر. التمثال كان قاعد على عرش ضخم، وفضل في المعبد كده لقرون،
واتناقشت صورته على العملات المعدنية، لكن يقال إن تم نقله للقسطنطينية وما تبقالوش أي أثر بعد حريق ضخم حصل في القرن الخامس الميلادي. رقم 4 ضريح موسلس. في مدينة بودروم التركية سنة 353 قبل الميلاد اتوفى حاكم منطقة كاريا واللي كان اسمه موسلس، فقررت زوجته أرتميسيا إنها تخلد ذكراه بإنها تبني له ضريح غير مسبوق في فخامته. أرتميسيا كانت أخت وزوجة في نفس الوقت لموسيلوس، والجواز من أحد أفراد العيلة أو الأسرة كان حاجة شائعة وقتها بين ملوك الحقبة دي لحفظ السلالة. بعد وفاة زوجها أرتميسيا حكمت البلاد وجمعت نخبة المهندسين والنحاتين الإغريق وكرست كل ثروتها عشان تبني هذا الصرح العملاق، إلى إنها توفت بعد سنتين بس قبل ما تشوف الضريح مكتمل. ومع ذلك المشروع اكتمل وأدهش العالم، لدرجة إن كلمة ضريح بقت تستخدم من اللحظة دي لوصف كل المدافن الضخمة. لكن سنة 1494 جه زلزال ودمره بالكامل. 5 تمثال رودس. أحب الجبنة رودس أوي. في جزيرة رودس اليونانية سنة 292 قبل الميلاد اتشيد واحد من أضخم التماثيل البرونزية في العالم. سكان الجزيرة صنعوه احتفالا بانتصارهم على حصار ديمتريوس. ارتفاعه كان حوالي 33 متر ونصبوه على مدخل المينا بالمنظر اللي انت شايفه ده، ومن قوة رمزيته بالنسبة لهم طبعوا صورته على العملات المعدنية. لكن كعادة باقي العجائب وقع هذا العملاق نتيجة زلزال مروع سنة 225 قبل الميلاد، يعني بعد 56 سنة بس من إنشائه. وعلى حسب الرواية فضلت أجزاؤه مرمية على الأرض لمدة 800 سنة لحد ما في القرن السابع الميلادي اتسيح واتباع كخردة برونزية. رقم 6 منارة الإسكندرية. على جزيرة فاروس سنة 280 قبل الميلاد اتبنت أول منارة أو فنار في التاريخ، منارة الإسكندرية. منارة الإسكندرية اتبنت عشان تكون واحدة من عجائب العالم، ارتفاعها وصل لأكتر من 100 متر، ووظيفتها الأساسية كانت توجيه السفن للمينا بأمان. أما عن الرواية الأشهر لطريقة عملها فكانت إنهم بيولعوا نار قوية جدا في المنارة من فوق ويعكسوا ضوء النار دي بمراية ضخمة لدرجة إن مداها كان بيوصل ل 50 كيلو متر. المنارة فضلت قائمة لحوالي 1600 سنة، وده خلاها تحتل المركز الثاني كأطول مبنى في العالم لفترة طويلة، وبرضه اتناقشت صورتها على العملات وقتها. المنارة تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية ما بين 1303 و 1480 ميلادية، وده أدى لوقوعها واختفائها تدريجيا. لكن يقال إن بعض أحجارها استخدمت في بناء قلعة كايتا باي. كمان تم العثور على بعض الكتل الحجرية في قاع الميناء الشرقي، يرجح إن الكتل دي ترجع للمنارة. منارة الإسكندرية كانت إنجاز هندسي حقيقي وموثق تاريخيا. وبالحديث عن التاريخ فرحبوا معايا بالجد الأكبر لعجائب الدنيا السبعة وأقدمهم بلا منازع. رقم 7 الهرم الأكبر. الرواية الرسمية بتقول إن من 2600 سنة قبل الميلاد وبالتحديد في عهد الملك خوفو اتبنى هذا الصرح العملاق عشان يكون مقبرة للملك خوفو، لكنه بمرور الزمن اتحول لأعقد لغز في تاريخ البشرية. الهرم الأكبر بارتفاعه الهائل وبنائه المحكم فضل لحد النهاردة شاهد على عبقرية المصريين القدماء وقدرتهم على تنفيذ مشروع يفوق حدود الزمان والمعرفة. استخدم في تشييد الهرم الأكبر 2.3 مليون قطعة حجرية بمتوسط وزن للقطعة الواحدة من 2.5 ل 15 طن، ده بخلاف حجرة الملك واللي القطعة فيه بيوصل وزنها ل 70 طن. وبالمناسبة طريقة رفع الأحجار وترتيبهم بالدقة دي لغز شاغل العلماء والمهندسين لحد النهاردة. الهرم الأكبر مش مجرد مقبرة ملكية، الهرم الأكبر بيمثل الإرادة البشرية في الوقت اللي بتقرر فيه تتجاوز كل حدودها. وغالبا إن شاء الله هبقى أعمل لكم حلقة كاملة عن الموضوع ده، وممكن تبقى سلسلة، فقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات لو حابين تشوفوا حاجة زي كده. عجائب الدنيا السبعة القديمة عكست رؤية الإغريق للعالم المعروف بالنسبة لهم حوالين البحر الأبيض المتوسط، عشان كده اقتصرت قائمتهم على النطاق الجغرافي ده. وبمرور الوقت اختفت 6 عجائب بالكامل وما تبقاش غير الهرم الأكبر واقف يتحدى كل الظروف. عشان كده بتاريخ 7/7/2007 وعن طريق منصة اسمها نيو وندرز تم إطلاق تصويت عالمي عبر الإنترنت شارك فيه الملايين لاختيار عجائب الدنيا السبعة الجديدة، لكن المرة دي من جميع أنحاء العالم. وعشان ما أطولش عليك يلا عد معايا. 1 سور الصين العظيم. سور الصين العظيم هو أطول بناء صنعه الإنسان في التاريخ، أطول مش أعلى، ماشي؟ امتداد السور بيتخطى 21,000 كيلومتر
وسط جبال وصحاري شمال الصين. والعلم يعني السور ما اتبناش على مرة واحدة، ده اتبنى على مراحل على مدار أكتر من 2000 سنة. كل جيل كان بيجي كان بيحط بصمته، وخصوصا في عهد أسرة مينج. الهدف الأساسي منه كان حماية الصين من غارات القبائل الشمالية زي المغول. السور مش مجرد جدار كده وخلاص، ده منظومة دفاعية كاملة فيها أبراج مراقبة ومسارات للحراس وهكذا. لكنه أصبح النهاردة واحد من أهم مواقع التراث العالمي ومقصد سياحي بيزوره الملايين كل سنة. وبالرغم من إن جزء كبير منه اندثر، لكنه لسه رمز لقوة وإصرار الحضارة الصينية. رقم 2، مدينة البتراء. البتراء مدينة اتبنت على إيد الأنباط، أو مش اتبنت على إيديهم، هي اتنحتت على إيديهم بشكل مباشر في صخور الجبال الوردية. صديقي الفضولي، أنا صباعي بيوجعني لما بفتح علبة التونة. عشان توصل المدينة محتاج تمشي من خلال السيق، وده ممر جبلي ضيق كطريق سري بيوصل طوله الكيلومتر. أول ما تخلصه هتتفاجئ بمشهد الخزنة المذهلة والمنحوتة بدقة كبيرة جدا في صخور الجبل. ازدهرت المدينة كطريق تجاري ضخم بيربط بين الجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط عن طريق تجارة البخور والحرير والذهب. وبمرور الوقت اختفت المدينة عن عيون الغرب لمدة 5 قرون، لحد ما أعاد اكتشافها الرحالة السويسري بوركهارت في القرن ال19. والنهاردة بتعتبر البتراء رمز للجمال والعبقرية النبطية، وواحدة من أهم عجائب الدنيا السبعة الجديدة. 3، مدرج الكوليسيوم. في قلب روما، وبالتحديد سنة 80 ميلاديا، اتفتح مدرج الكوليسيوم، أكبر مسرح روماني على الإطلاق. الكوليسيوم كان بيتسع ل50,000 متفرج. الناس كانت بتتجمع من كل أنحاء الإمبراطورية عشان تتفرج على معارك الجلادياتورز. هنا صديقي الفضولي، البشر كانوا بيتقاتلوا مع الوحوش البرية المفترسة، والقواعد سهلة، لو مت تبقى خسرت. المكان ما كانش بس للترفيه، ده كان بمثابة عرض لقوة الإمبراطورية الرومانية. والأروع إن برغم كل السنين والزلازل وما إلى ذلك، فضل الكوليسيوم قائم وشاهد على روما القديمة. يعني نقدر نقول إنه أكتر من مجرد مدرج، ده رمز لقوة الرومان وجرأتهم. رقم 4، مدينة تشيتشين إيتزا. عشان كده قلت لك ما تركزش معايا في الأسامي. في قلب المكسيك وفي أعماق حضارة المايا العظيمة، ظهرت مدينة تشيتشين إيتزا بين سنة 600 و 1200 ميلاديا كعاصمة رائعة مليانة فنون ومعمار مذهل. أشهر مبانيها هو الهرم المدرج، واللي يعتبر تحفة هندسية حقيقية. من أغرب الحاجات اللي في الهرم ده إن في يومين الاعتدال الربيعي والخريفي بس في السنة كلها بيظهر ظل السلالم على هيئة تعبان كأنه نازل من على قمة الهرم، وبينتهي الظل براس تعبان منحوتة بالحجر. وواضح كده انهم كانوا فاهمين حركة الشمس والظل بشكل عبقري. ومع الوقت اصبح الهرم المدرج مش بس معلم سياحي وواحد من عجائب الدنيا السبعة، بل كمان اصبح شاهد على عبقريتهم الهندسية. رقم 5، تمثال الفادي. في قلب البرازيل وعلى قمة جبل كوركوفادو في ريو دي جانيرو، على لسان لوح، بيقف تمثال الفادي للسيد المسيح، أحدث عجائب الدنيا السبعة من سنة 1931 ميلادية. التمثال بارتفاع 38 متر وواقف فاتح دراعاته كأنه بيحتضن المدينة وبيحتويها. التمثال مش مجرد منظر سياحي، ده رمز للإيمان والسلام والوحدة بالنسبة لسكان المدينة، وأصبح جزء من الهوية البرازيلية ولفت أنظار الملايين اللي بيجوا يزوروا المدينة كل سنة. رقم 6، تاج محل. في قلب الهند بين سنة 1648 و 1670 الإمبراطور شاه جهان قام ببناء تاج محل كضريح لزوجته الحبيبة ممتاز محل. وسمعك اللي بتقول محل ممتاز، هي ممتاز محل، بطل استظراف. تاج محل اتبنى كرمز الحب الإمبراطور شاه لزوجته. المبنى كله من الرخام الأبيض النقي، ومن روعته لونه بيتغير مع ضوء الشمس على مدار اليوم، أحيانا وردي وأحيانا ذهبي وأحيانا فضي. المشروع عموما كان أسطوري، 20,000 عامل وحرفي يشتغلوا عليه، ومع ذلك خد في إيديهم 22 سنة عشان يخلصوه. تاج محل مش مجرد قبر ملكي، ده رمز عالمي للحب والجمال والإبداع. رقم 7، ماتشو بيتشو. في قلب بيرو وعلى قمة جبل عالي جدا ارتفاعه يوصل ل 2340 متر، ظهرت ماتشو بيتشو، القلعة الضائعة
لشعب الإنكا، مدينة كاملة محاطة بالجبال والضباب، معمارها عبقري ومبني كله بالصخور الضخمة واللي متناسقة بشكل عجيب. الغريب والمثير للدهشة في نفس الوقت إن بالرغم من إن الأسبان كانوا موجودين في بيرو وقتها، إلا إنهم ما اكتشفوهاش، وفضلت المدينة مستخبية عن عيون العالم الخارجي لمدة 400 سنة كأنها سر محفوظ بين الجبال، لحد ما اكتشفها الرحالة الأمريكي هيرام بينجهام سنة 1911. ماتشو بيتشو النهاردة مش مجرد موقع أثري، دي رمز لعبقرية الإنكا وروحهم الفريدة. في النهاية لما نيجي نبص على عجائب الدنيا السبعة القديمة والجديدة، هنلاقي إن رغم اختلاف أماكنها وتواريخها وثقافاتها، إلا إنها كلها بتشترك في حاجة واحدة، وهي إنها محاولة من الإنسان إنه يسيب بصمة ويقول للعالم أنا كنت هنا في يوم من الأيام. لكن وسط كل ده، الهرم الأكبر في الجيزة واقف بقاله 4500 سنة، لا مستني أتوبيس ولا مستنيني أوصل ل 200 مشترك، ده واقف يتحدى الزمن والعلم والتكنولوجيا، وبيتحدى كل محاولاتنا لفهم السر اللي وراه، واقف كشاهد على عبقرية الإنسان، وخصوصا الفضوليين منهم اللي هيشتركوا في القناة ويعملوا لايك وشير وكومنت. سلام.